أهلا يا أصحابي، ودلوقتي معادنا مع حكاية جديدة من حكايات نونا. تعالوا يا أصحابي النهاردة نكمل مع بعض سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنحكي النهاردة عن حال العرب في الجاهلية وعن الأسباب اللي خلت ربنا يبعث نبي جديد ينقذ الناس من الظلمات إلى النور. كان العرب عايشين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أسوأ حال، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب. يعني معنى الحديث ده إن معظم الناس كانوا غرقانين في عادات وحشة جدا وظلم وجاهلية، ومفيش غير قليل قوي اللي لسه بيعبدوا ربنا صح، وعشان كده ربنا كان لازم ينزل نبي. من العادات السيئة اللي كانت منتشرة قوي في الوقت ده كان شرب الخمر. كانوا بيشربوا في المجالس والبيوت وبيتفخروا باللي هم بيعملوه. لعب القمار أو الميسر، ودي كانت لعبة حرام كانوا بيلعبوها في المدن الكبيرة زي مكة والطائف وصنعاء ويثرب اللي هي زي ما قلنا المدينة المنورة. وقد البنات، ودي كانت بعض الرجالة لما بيعرفوا ان هم جابوا بنت بياخدوهم ويدفنوهم أحياء بعد ما يتولدوا على طول، خوفا من ان حد يعايرهم ان هم جابوا بنت. قتل الأولاد، ودي سواء ولد أو بنت كانوا بيقتلوهم على طول بعد الولادة لو حسوا بالفقر أو خافوا عليهم من الجوع، وربنا نزل لهم مخصوص آيات بتحرم العادة دي. تبرج النساء، ودي كانوا بيخرجوا قدام الناس من غير ما يغطوا جسمهم كويس، وده ما ينفعش أبدا. وكان بيحصل بقى بينهم عادات وحشة بينهم وبين بعض، وكان موجود تصرفات ربنا ما بيرضاش عنها أبدا، وكانت بتسبب مشاكل كبيرة. برضو من ضمن العادات السيئة اللي كانت بتحصل الحروب المستمرة. كانوا بيحاربوا بعض على أسباب تافهة جدا زي ناقة أو بئر مية، وحروبهم كانت بتقعد سنين طويلة زي حرب البسوس وداحس والغبراء وبعاث. ومن أشهرهم كانت حرب الفجار. برضو من ضمن الحاجات كانت عبادة الأصنام. بدل ما يعبدوا الله سبحانه وتعالى كانوا بيعبدوا أصنام حاطينها دايما حوالين الكعبة، ومن أشهرها اللات والعزة ومنات وهبل وإساف ونائلة. تخيلوا يا أصحابي قد إيه الوضع كان صعب ومليان ظلم وضلال، وعشان كده ربنا جل جلاله اختار أنه يبعث نبي عظيم ينقذ الناس ويطهر قلوبهم ويعلمهم عبادة ربنا الواحد. وزي ما قلنا يا أصحابي إن كانت الحروب في أرض الجزيرة ما بتهداش أبدا، والأعجب من كده إن بعض الحروب كانت بتقوم لأتفه الأسباب. ومن أشهر الحروب دي كانت حرب الفجار، ودي كانت بين قريش وقبيلة قيس عيلان، وسموها كده لأنها حصلت في الأشهر الحرم واللي مفروض ممنوع فيها القتال، وكمان استحلوا فيها كتير من حرمات مكة اللي كانت مهمة عند العرب. وكادت قيس عيلان إنها تهزم هزيمة كبيرة جدا لولا إن بعض الناس اتدخلوا للصلح بينهم، واتفقوا إنهم يحسبوا عدد القتلى من كل طرف، ومن الفريق اللي عنده قتلى زيادة ياخد دية. وكان لقيس زيادة في القتلى فأخدوا ديتها من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم وقتها كان لسه صغير، يدوب كان عمره 20 سنة، وما شاركش في القتال، كان بس بيروح مع أعمامه وبيجمع لهم النبال اللي كانوا بيرموها على الأعداء عشان يستخدموها تاني. النبي ما قتلش فيها عشان دي كانت حرب فجار وكانوا كلهم كفار. وده يا أصحابي يورينا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم شاف القسوة والظلم من الحروب، وده كان درس كبير قبل ما ربنا يبعثه نبي لكل البشر. وفي يوم من الأيام حصل في مكة شيء غريب وجميل برضه يورينا إن مهما الحياة كانت سودة في مكة دايما كان في بصيص أمل. جه راجل لمكة عشان يتاجر في بعض السلع، اشترى منه العاص ابن وائل السهمي، وده كان والد عمرو بن العاص، ووعده إنه هيديه الثمن، لكنه نقض العهد وما دفعش الفلوس. الراجل حاول يدور على أي واحد من سادة قريش عشان ياخد حقه، لكن محدش نصره. فقام الراجل وصعد على جبل أبي قبيس في مكة ونادى على أهل مكة عشان ينصروه على العاص بن وائل. وقتها قام الزبير بن عبد المطلب، وده كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع شيوخ قريش في بيت رجل اسمه عبد الله بن جدعان. وبعد مناقشات طويلة اتفقوا ان هم يكونوا ايد واحدة ضد اي ظالم عشان المظلوم ياخد حقه، وكمان تحالفوا على انهم يتقسموا مع بعض اموالهم مع الفقراء عشان ما يبقاش في مكة فقير واحد. وده يا أصحابي يورينا إن وسط كل الظلم والعادات الوحشة كان لسه في نور وبصيص أمل، وإن ربنا كان بيهيئ القلوب لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وبكده يا أصحابي نكون خلصنا مع بعض القصة السادسة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. تابعوني واستنوا القصة الجاية
عشان نكمل مع بعض باقي الرحلة. لو عجبتكم الحدوتة اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حكاياتنا ومغامراتنا. باي باي يا أصحابي.